بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. حبايبي المتابعين على قناتي وعلى صفحة، أهلا بكم. موضوعنا النهاردة بتناول موضوع تدشين تمثال السيدة العذراء بدرونكا بأسيوط. ربما حد يقول لك يعني مثلا وانت مالك ما يدشنوا تمثال ولا يعملوا تمثال، انت تدفع من بيت ابوك. انا مش معترض يا جماعة على التمثال للسيدة العذراء مريم، ولكن انا هو كل اعتراضي ان السيدة العذراء مريم هي اكبر بكثير جو من ان يتعمل لها تمثال. يعني احنا كبشر هنصطفي ستنا مريم ونعظمها ونعظم قدرها بعد ما عظم قدرها ربنا من فوق 7 سماوات. ربنا طبعا ذاكر ستنا مريم في القرآن الكريم 34 مرة، مذكورة في القرآن الكريم ستنا مريم 34 مرة في القرآن الكريم، فاحنا مش هنقدر نعطيها قدرها. ولكن هو التمثال ده ممكن يكون سياحيا واقتصاديا ماشي، لكن دينيا لا، ما ينفعش ان التمثال يكون دينيا. فالقديسين والانبياء ما بينفعش يتعامل لهم تمثال. ده موضوع انا ما عنديش اي اعتراض على التمثال، ولكن زي ما قلت لكم ان ستنا مريم هي اكبر واعظم قدرا من ان يتعامل لها تمثال. ستنا مريم مكانها في السماء مش في الارض. فبنقول القصيدة بعنوان على هامش تدشين تمثال للسيدة العذراء مريم. بقول فيها: تمثال للعذراء في الصحراء يا له من عجب، فهل علمت مكانها أهل الكتاب ومن صلب؟ لا مكان عندنا في القلوب وفي الكتب، وفي الأرض ليس مكانها بل في السحب، والأرض ليس مكانها بل في السحب، ومكانها بين النجوم والكواكب والشهب. أتخلدوها بالحديد وبالحجارة والمصيص والخشب، ألساء ما قد تفعلون أهل الكتاب والكتب، ألساء ما قد تفعلون أهل الكتب. هي في قلوب المسلمين ولن تكن تحت الطلب، بالله كيف أبصرتموها وما السبب؟ ألكم قلوب من حديد وأبصار تتخطى الحجب؟ أتصطفوها ربكم وربنا قد اصطفى وقد كتب، فلم العجب وقد ادعيتم إن عيسى قد صلب. ما تفعلوه إلا هراء وافتراء ولعب، ما تفعلوه إلا هراء وافتراء ولعب. هل تعلم أهل الكتاب وأصحاب العقول إن الشخوص قد تزول وقول ربي لا يزول، فقد قال ربي فيها قولا أتعلم ماذا يقول؟ فإنه قول يقال عند الشروق وفي الأفول، فقد اصطفاها ربنا دون النساء والبعول، وليس بتمثال قد يعلي قدرها، وليس تمثال يعلي قدر مريم البتول، فليس تمثال يعلي قدر مريم البتول. وحبي للعذراء مريم مثل حبي للرسول، فحبي للعذراء مريم مثل حبي للرسول. فقد تزول الشمس عندي أما مريم لا تزول، فقد تزول الشمس عندي أما مريم لا تزول. ودي على هامش تدشين تمثال السيدة العذراء بدير درونكا. لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.